اللي عايزه تتجوز جواز يحرمه قانون او مش عارف عايزه تقول لاولادها او عايزه مش عارف تعمل ايه تروح تدسه، يبقى بقى عرفي اي مدسوس. فاذا دس الزواج يبقى ما ينفعش، لان الاصل فيه الاعلام وبيح فيه الضجه والموسيقى. السري هو الذي يتم بدون شهود، وده باطل. نعم. أو يتم بشهود لكن يوصى كل منهما بكتمان هذا، يعني فقط يعلمه الزوج والزوجة والشاهدان فقط. طبعا في كل الظروف دي الولي غائب. نعم. وأول حاجة تبطل هذه العقود وتجعلها عقودا باطلة، ولا يحل لأحدهما أن يعني يعيش مع الآخر عيشة الزوجية، هو غياب الولي وعدم علمه وعدم معرفته. لما بنمنع الزواج العرفي بنمنعه لأنه مسوأة اجتماعية لا علاقة له بالشريعة. يعني في حاجات ساعات يبقى عيب حتى لو كانت مباحة او لها ضرر، يعني او يعني مضره مجتمعيه. الفكره القريبه عندنا دلوقتي العيب. العيب ده شكله ايه؟ العيب ده شكله انه وقد يصل هذا العيب الى الحرام. والمرأة دون شهود دون ولي فهذا باطل. يجيب 2 صحابه من على القهوة ويجيب واحدة صاحبته وتقول له زوجتك بنفسي، والاتنين صحابه على القهوة بيشربوا الشيشة ويشهدوا العقد ويفتكرها بقت كده مراته.